السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اسفين على تأخيرنا عليكم، بس هنرجع ان شاء الله بكل جديد. ولو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والخياطة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة معانا فكرة جديدة، وهي الفستان اللي قدامنا ده. هنبتدي نفكه عشان العميلة كانت بتعاني من انه ابتدى يبقى ضيق على الطفل. ازاي نقدر نوسعه بنفس القماش ونلاقي النتيجة اكن احنا ما وسعناهوش، او حد لعب في الفستان وتلاقي النتيجة زي الفستان بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله تعجبكم الفكرة وتنفذوها عندكم، لان اكيد في حد محتاج للفكرة دي وعنده فساتين زي دي، محتاج كان يوسعها او يعالجها، ان ممكن تقعد فترة اطول عند الطفل يقدر يستخدمها. زي ما انتوا شايفين كده، هو ده المكان اللي كان ضيق منه الفستان، الجزء اللي هو فوق عند الصدر. الجزء ده كان ابتدى يضيق على الطفلة، اما بقية الفستان فهو كالوش، فكان لسه الطول معاها متاح والعرض كمان. حبينا ان احنا نزود الفستان من نفس خامة الفستان. يا ترى استخدمنا ايه فيه؟ استخدمنا الحزام بتاعه كان ممكن نقدر ان احنا ناخد منه جزء ويفضل زي ما هو محتفظ باستخدامه، ان هو نقدر نربط بيه الفستان. خدنا منه اول حاجة، فكينا جنابه وشيلنا الحزامين، وبعد كده ابتدينا ناخد من جزء الكشكشة اللي هو الدور الاول اللي بعد الصدر على طول. ابتدينا نوسع شوية بحيث ان احنا ما يبانش ان احنا خدنا من كشكشة الفستان، وفي نفس الوقت يدينا نتيجة حلوة في التوسعة. خدنا الجزء ده اللي هو طول الجزء اللي تحت الباب بس من الحزامين، وسيبنا الحزامين زي ما هما عشان هنرجع نركبهم تاني عشان ينفعوا معانا في الديزاين بتاع الفستان، وما نحسش ان احنا غيرنا فيه حاجة. هنبتدي ان احنا بقى نشتغل على المكنة. هناخد الجزئين اللي قصيناهم من الفستان اللي هو الحزامين، هنبتدي نثبتهم في الجزء الامامي منه، ونبتدي ان احنا نقفل على الحزام زي ما يكون بالظبط جاي من المصنع بتاعه. مفيش اي مشكلة، النتيجة هتبهركم يا جماعة بجد، لان فعلا اكنك ما عملتيش اي حاجة في الفستان. ولو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا من الفكرة، وتتابعوني على صفحتنا على الفيسبوك والتيك توك. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وبتمنى تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من أفكارنا وإبداعاتنا. هنا ركبنا الجزء الأهم، وهو اللي هيوسع لنا الفستان، الجزء اللي هو القطعة اللي احنا قصيناها من الحزام. هل في أفكار تانية لو الفستان ما فيهوش حزام؟ لكل يا جماعة فستان وديزاين فكرة مختلفة. يعني هنا ده الديزاين ده كان فيه حل الحزام. هل في حلول تانية؟ طب لو الفستان ما فيهوش حزام، هتلاقي حلول تانية وهتلاقي حاجات تانية ممكن تركبيها من نفس قماشة الفستان بدون ما تشيلي حاجة من أساسيات الفستان أو تخسري جزء من الفستان، وفي نفس الوقت هتلاقي النتيجة أكن بالظبط هو نفسه الفستان. كل ده بيختلف على حسب الفستان نفسه. أنا بديكوا أفكار على الحاجة اللي موجودة قدامي دي. لو عندكوا حاجة مشابهة ليها تقدري تنفذيها عند أقرب خياط لو ما عندكيش مكنة، ولو عندك مكنة تقدري تنفذيها بنفسك. الفكرة بسيطة جدا ومتاحة لأي حد يقدر ينفذها. هي الفكرة بس ان انت توصلي لحل المشكلة اللي عندك وازاي تقدري تعالجيها. حتى هنا في الفستان ده كان في جزء هنا يعني متآكل من القماشة، او يعني ايه، او قطع كده، فابتدينا ان احنا نعالجه كمان في طريقنا واحنا في بنظبط الجزء ده. فبالتالي ده كان حل ان الفستان يرجع اكنه جديد حرفيا. وبعد كده هبتدي طبعا ان انا اسرفل الحاجات الداخليه اللي احنا شفناها في الفستان دي، وارجع ادوس عليها من بره ونلاقي الكشكشه والفينش زي ما هو اكن ما عملناش حاجه في الفستان نهائي. بتمنى تعجبكم الفكره وتستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم، ولو نفذتوا الفكره يا ريت تبعتوا لي صور ونشاركها مع بعض على الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.